في حد دلوقتي قاعد قدامك وبيكذب وانت غالبا مش هتعرف، مش لانه اذكى منك ومش لانه ممثل عبقري، لكن لانه احسن منك في حاجة واحدة بس: هو عارف انت بتبص فين وعارف يخليك تبص فين. النهاردة مش هوريك ازاي تقرا الناس، النهاردة هوريك ليه انت غالبا غلطان لما بتحاول. لان معظم الناس وهي بتحاول تكشف الكذب بتبص على العين، على الايد، على نبرة الصوت، على لغة الجسد، بينما الناس اللي شغلتها الحقيقية الخداع، الساحر المحترف، النصاب المحترف، والجاسوس المحترف، مش بيلعبوا على عينك، بيلعبوا على انتباهك. وفي الحلقة دي هشارك معاك 3 أدوات، واحدة جاية من أكبر دراسة اتعملت عن كشف الكذب على أكتر من 24,000 شخص، وواحدة من دليل المخابرات الأمريكية CIA فك عنها السرية بعد أكتر من نصف قرن، وواحدة من خبرة ضباط استخبارات قضوا سنين طويلة بيحاولوا يفرقوا بين الحقيقة والكذب في ملعب الاستخبارات العسكرية، وكلها حاجات محدش تقريبا اتكلم عنها بالشكل ده قبل كده. لو استوعبت الأدوات دي ممكن ما ترجعش تدفع نفس الفاتورة اللي دفعتها قبل كده، فاتورة شريك هرب أو موظف خان، الكلمة اللي صدقتها وطلعت كذبة، أو شخص وثقت فيه واكتشفت بعد شهور أو سنين إنه ما كانش الشخص اللي أنت فاكره. دي قناة نكست نوليدج وأنا نديم خورشيد، فنجانك اللي بتحبه، وخلينا نبدأ. في سنة 1953 وكالة المخابرات الأمريكية عملت حاجة غريبة جدا وذكية جدا. كلفت ساحر محترف اسمه جون مال هولاند إنه يكتب دليل للجواسيس، مش دليل تجسس، دليل خداع، دليل احتراف الكذب. إزاي تلفت الانتباه لحاجة وتخفي حاجة تانية، إزاي تخلي شخص يبص في مكان وإنت بتشتغل في مكان تاني. الكتاب فضل سري لعقود طويلة وبعدين اتفك عنه السرية واتنشر للعامة سنة 2009 باسم The Official CIA Manual of Trickery and Deception، الدليل الرسمي لوكالة المخابرات المركزية للخداع والتضليل. وفي جملة مهمة جدا، فكرة بسيطة لكن لو فهمتها هتغير طريقة نظرتك للناس. الخدعة مش بتخدع العين، الخدعة بتخدع الدماغ. فكر فيها ثانية. الساحر مش بيخفي العملة، هو بيخفي انتباهك عنها. النصاب مش بيخفي الحقيقة، هو بيشغلك بحاجة تانية. والكذاب المحترف مش بيخليك تشوف حاجة غلط، هو بيخليك ما تشوفش الحاجة الصح. عشان كده معظم الناس بتدور في المكان الغلط، بتراقب العين، واللعبة كلها بتحصل في الانتباه. وده يقودنا لأول فخ. لو سألت معظم الناس انت شاطر في معرفة الكذاب، اغلبهم هيقولك ايوه، بعضهم هيقولك انا بقرا الناس، وفي ناس هتقولك انا بلقطها وهي طايرة. المشكلة ان العلم ليه رأي مختلف شوية. في سنة 2006 اتعمل واحد من اكبر الابحاث المجمعة عن دراسة الكذب وكشف الخداع في التاريخ. الباحثين بيلا دي باولو وتشارلز بون جيار جمعوا نتائج 206 دراسة مختلفة وشارك فيها 24,483 شخص، وكان السؤال بسيط: البشر شاطرين قد ايه في كشف الكذب؟ النتيجة 54%. يعني لو رميت عملة في الهواء نسبة نجاحها 50%، سواء ملك او كتابة. انت 54%، 4 درجات فوق الصدفة، وده رقم صادم. طيب لو احنا مش شاطرين كده، ليه كلنا واثقين اننا شاطرين؟ عشان دماغك بتعمل حركة اسمها التحيز التأكيدي، بتفتكر المرات اللي كنت فيها صح وبتنسى المرات اللي كنت فيها غلط. بتفتكر الشخص اللي شكيت فيه وطلع فعلا كذاب، وتنسى ال50 واحد اللي ظلمتهم في دماغك وطلعوا أبرياء. وده السبب ان كل واحد فينا تقريبا مقتنع انه عنده فراسة او بيلقطها وهي طايرة. عشان كده عمتك فاكرة انها بتفهمها وهي طايرة ودايما صح. خليني أكسر أكبر خرافة منتشرة على الإنترنت: لغة الجسد مش زي ما الناس فاكراها. الشخص اللي مش بيبص في عينك ممكن يكون كذاب، وممكن يكون خجول، وممكن يكون متوتر، وممكن يكون بيفكر. والشخص اللي بيحط إيده على وشه ممكن يكون بيخدعك، وممكن يكون تعبان أو نعسان أو متعود يعمل كده من 20 سنة. العالمة الدنماركية ألدريت فري قضت عقود تدرس الخداع، وخرجت بنتيجة مزعجة جدا لكل محبي الفيديوهات السريعة. مفيش إشارة واحدة لوحدها تثبت الكذب، ولا حركة عين، ولا وضعية جسم، ولا نبرة صوت.
إشارة واحدة معناها شيء واحد فقط ولا حاجة. الإشارة الواحدة دي ضوضاء، اللي يعتمد عليها هيحاسب على فاتورة كبيرة. وده ياخدنا لأول أداة حقيقية، البيس لاين أو نقطة الأساس، في كتاب Left of Bang يسار الانفجار للكتاب باتريك فان هورن وجيسون رايلي. الكتاب اللي خرج من برامج تدريب قوات المارينز الأمريكية اسمه كومبات هانتر أو صائد القتال. طلع بمفهوم غير اللعبة كلها ببساطة. قبل ما تعرف إن في حاجة اتغيرت لازم تعرف الطبيعي الأول. لو واحد صوته عالي ازاي تعرف انه توتر؟ ولو واحد طول عمره بيتجنب التواصل البصري ازاي لما تشوفه بيعمل كده تعتبره انه ده دليل كذب؟ وجون مول هولاند عبر عن الفكرة دي بشكل واضح جدا. قال ان التصرفات الطبيعية والعادية لا تثير الانتباه وبالتالي غالبا لا يلاحظها احد. ببساطة الحركة الطبيعية ما بتلفتش النظر. دي الجملة اللي بيتدرب عليها الجاسوس عشان يختفي، ودي نفسها اللي محتاج انت تعكسها عشان تشوف. طب نعمل ايه يعني؟ اول دقيقة في اي مقابلة او اجتماع او قعدة مهمة ممكن تكون اهم دقيقة في القعدة كلها. اسأل اسئلة عادية او بسيطة تافهة يعني. الطريق كان عامل ايه؟ عرفت المكان بسهولة؟ شربت قهوة النهاردة قبل ما تيجي؟ مش مهم الاجابات، المهم الشخص وهو مرتاح صوته عامل ازاي، سرعته عاملة ازاي، ايده بتتحرك ازاي، بيبص فين. دي نقطة البداية، البيس لاين. بعديها فقط تقدر تلاحظ الانحراف، ومن غير خط اساس كل حاجة هتبقى دليل وكل الادلة هتبقى مضللة. الأداة التانية جاية من كتاب سباي ذا لاي أو كشف الكذب. كتاب كتبه 3 ضباط سابقين في الاستخبارات الأمريكية، والقاعدة فيه بسيطة جدا: ما تصدقش الإشارة الواحدة، استنى التجميع أو الكلاستر. لأن البشر لما بيتوتروا أو يكذبوا أو يخفوا معلومة نادرا جدا إن يظهر عليهم عرض واحد بس. اللي بيظهر عادة مجموعة صغيرة من التغيرات في وقت قصير، سكتة، بعدها تغيير في الصوت، بعدها لمسة للوجه، بعدها تكرار لكلمات معينة، والله والله والله، حلفانات كتير يعني. إنما إشارة واحدة ضوضاء، إشارتين ابتدي ركز، 3 ابدأ اسأل نفسك سؤال: إيه اللي حصل هنا؟ وهنا يبدأ الشغل الحقيقي. طيب إزاي تخلي الإشارات دي تظهر؟ بالسؤال الصح. في 3 أسئلة ذكية جدا وكل واحد فيهم فخ محترم. الأول: ممكن تحكي لي القصة من الأول؟ الصادق غالبا بيحكيها بشكل طبيعي وأحيانا بشكل مختلف شوية في المرة التانية لأنه بيسترجع الحدث نفسه. أما الكذاب فغالبا بيدور على السيناريو اللي حافظه ويحاول يكرره بنفس الشكل. السؤال التاني: انت ايه رأيك في اللي حصل؟ الصادق عادة عنده رأيه بيقوله، أما الكذاب فكتير ما بيرجع يحكي الحكاية نفسها مرة تانية بدل ما يديك رأيه. السؤال الثالث وده الأخطر: لو طلع إن في حاجة غلط هتعمل إيه؟ الصادق غالبا بيجاوب مباشرة، أما الكذاب غالبا بيبدأ يناقش السؤال نفسه أو يهاجمه بدل ما يجاوب عليه. وبعد كل سؤال ادي الشخص 5 ثواني وركز في ال5 ثواني دول كأنك مش بتتنفس. راقب وعد الإشارات. أول مرة هتجربها ممكن تتفاجئ من اللي هتكتشفه، حاجات كانت قدامك طول عمرك لكنك ما كنتش شايفها. الأداة الثالثة والأهم: التحكم في انتباهك أنت مش انتباهه هو. فاكر الساحر اللي اشتغل مع CIA اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة؟ كتب جملة تانية جميلة جدا: One can only see what one observes and one observes only those things which are already in the mind. بمعنى أبسط، أنت مش بتشوف اللي قدامك، أنت بتشوف اللي دماغك مستعدة تشوفه. وده أخطر فخ في الموضوع كله، لأن اللي بيلعب عليك عارف ده كويس جدا. بيمدحك في أول 5 دقايق فتفتح له دماغك، يقول لك حاجة بتحبها فتديله ثقة من غير دليل. هو مش لازم يكذب عليك، أحيانا كل اللي محتاجه إنه يخليك تكذب على نفسك. طيب إزاي ما تقعش في الفخ ده؟ بسؤالين بس. قبل أي قعدة مهمة أو مصيرية أو حاسمة اسأل نفسك: إيه اللي أنا عايز أسمعه منه؟ وإيه اللي ممكن يفوتني لو سمعته؟
لما تعرف انت عايز تسمع ايه بتعرف الفخ قبل ما يتحط لك. اللي بيلعب عليك بيتحكم في انتباهك، واللي بيلاحظ بيتحكم في انتباه نفسه. وده الفرق بين اللي بيدفع فاتورة غالية كل شوية واللي نادرا ما بيدفعها. عندنا في ثقافتنا كلمة جميلة جدا، فراسة. يعني وفي مصر بنحب نقول فلان بيلقطها وهي طايرة، أو دي بتلمح الحاجة وهي طايرة. وناس كتير فاكرة إن دي موهبة بتتولد بيها، يا إما عندك فراسة يا إما ما عندكش. لكن الحقيقة معقدة شوية عن كده. عمتك اللي بتقولك أنا بقرأ الناس من نظرة واحدة ممكن فعلا تكون أصابت مرات كتير، لكن أنت غالبا فاكر المرات اللي كانت فيها صح وناسي المرات اللي غلطت فيها. وده نوع من التحيزات المعرفية، إن احنا نفتكر المرات اللي كنا صح وننسى المرات اللي كنا غلط. الفكرة دي اتكلم عنها دانيال كانيمان في كتابه الشهير Thinking Fast and Slow، أو التفكير السريع والبطيء. لكن ده مش معناها ان الفراسة كلها وهم، بالعكس في ناس فعلا ملاحظتها قوية جدا. بس السر مش في النظرة، السر في الوقت. وجدك اللي قالك خد بالك من فلان غالبا ما حكمش عليه من اول قعدة ولا من اول انطباع. هو شافه 100 مرة في 100 موقف. شافه وهو مرتاح، وشافه وهو مضغوط، وشافه وهو فرحان، وشافه وهو متضايق، وعرف الطبيعي بتاعه. وبعدين لاحظ اللي اتغير، يعني بلغة الحلقة دي عمل البيس لاين أو نقطة الأساس. وبعدين شاف الكلاستر أو الباقة قبل ما حد يسميهم بالأسماء دي بسنين طويلة. الفراسة الحقيقية مش لمحة من نظرة، الفراسة الحقيقية ملاحظة على مدى طويل، ومش حاجة حصلت ساعة القعدة ولا إحساس لحظي. واللي اتعلمناه النهاردة مش بديل عن إحساس جدك ولا عن خبرته، ده تأمين عليه وتأكيد ليه. كل واحد فينا تقريبا دفع الفاتورة، في شريك خد فلوس وخلع، وفي موظف كان بيسرب معلومات الشركة للمنافس، وفي شخص دخل حياتك وقال حاجة وطلع بعد سنة شخص تاني خالص. والمؤلم ان اغلبنا بيقول نفس الجملة بعد ما الموضوع يعدي ويخلص: انا حسيت، انا كان عندي احساس، انا من اول يوم ما ارتحتش. وغالبا المشكلة ما كانتش ان الاشارات مش موجودة، المشكلة اننا ما لاحظناش وما عملناش بيس لاين او نقطة اساس، ما عرفناش الطبيعي الاول، او سمعنا صوت رغبتنا اعلى من صوت الملاحظة، سمعنا اللي كنا عايزين نصدقه ونسمعه، وتجاهلنا الكلاستر الباقة اللي كانت بتقول لنا خليك حذر. والفرق بين الإحساس والملاحظة أكبر من اللي الناس متخيلة، لأن الإحساس لوحده مجرد شعور، أما الملاحظة فهي دليل بيتراكم مع الوقت. والفرق بينهم أحيانا هو الفرق بين شخص بيدفع فاتورة كبيرة وشخص قدر يتجنبها. الفلوس اللي راحت، الوقت اللي راح، الثقة اللي اتكسرت، والسمعة اللي ممكن تكون اتأذت، كلها أتمان دفعناها لأننا ما تعلمناش الأدوات. وعشان كده الحلقة دي مش هدفها تخليك تشك في الناس ولا تخليك تحكم عليهم بسرعة، بالعكس. في سنة 1975 نزل فيلم مشهور جدا اسمه 3 Days of the Condor، أو 3 أيام لطائر الكوندور، بطولة روبرت ريدفورد. وفيه فكرة جميلة جدا: البطل ما كانش بيحكم بسرعة، كان بيستنى الدليل. وده بالظبط اللي اتعلمناه النهارده، مش قراءة ناس في دقيقتين، ومش فراسة سحرية، لكن ملاحظة على مدى أطول، خط أساس ثم كلاستر من الإشارات أو باقة من الإشارات، ثم حكم متأخر مبني على أدلة. وده يمكن أهم شيء في الحلقة كلها. قراءة الناس مش موهبة بتتولد بيها، دي مهارة بتتعلمها. وفي النهاية أحب أختم بجملة شهيرة جدا لشارلوك هولمز: You see but you do not observe. انت بتشوف لكن مش دايما بتلاحظ، والفرق بين الاتنين ممكن يكون فاتورة كبيرة جدا. اكتب لي في التعليقات ايه اكتر مرة قريت فيها شخص غلط ودفعت الفاتورة. وكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك الحلقة أرجوك اشترك في القناة أو شيرها مع حد يهمك. دي قناة نكست نوليدج، وأنا نديم خورشيد، وأشوفكم في الحلقة.